أهلا وسهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير وسلام. هتكلم في المقطع البسيط ده على حاجتين مهمين جدا أو نقطتين مهمين، والحاجتين دول أو النقطتين دول أسئلة كتير جدا بتجيلي عليهم. إمتى الراجل بيندم بعد الفراق؟ وإمتى وإزاي ممكن يرجع لك؟ ده موضوع مهم جدا أو يهمكم، علشان كده أنا هتكلم فيه بشكل سريع جدا. خليكم معايا وكملوا المقطع للآخر. أول حاجة نشوف الراجل بيندم إمتى. الراجل بيندم لما يحس إنه فقد إنسانة كانت بتحبه بجد، إنسانة كانت بتخاف عليه، بتصونه، بتحترمه، بتقدّره، داعمة ليه، واقفة في ضهره طول الوقت، إنسانة بتحبه الحب الخالص النضيف، اللي هو مش بتاعة مصلحتها، مش انتهازية والحاجات دي. لمّا اللي يلاقي نفسه مش لاقي راحته مع غيرِك، يعني هو لو سواء كنتم مخطوبين أو متجوزين وحصل انفصال، راح بقى يشوف حياته بقى ويشوف إنسانة تانية يعني، شاف الإنسانة التانية دي لقاها عكسِك تمامًا، بشكل سلبي طبعًا. لا بتقدّره ولا بتحترمه ولا بتصونه ولا كذا، ولا كذا، ولا كذا، كل الحاجات الوحشة طبعًا. في اللحظة دي بيُدرك فعلًا بإنه خسرِك وبيندم فعلًا. طيب، تالت حاجة نيجي نشوفها هنا، يسمع أو يشوفِك عايشة ومبسوطة وما فيش أي مشكلة بالنسبة لِك، تعافيتِ يعني، يعني حياتِك ما وقفتش عليه، هو بالنسبة لِك ما كانش نهاية العالم، هو هيبقى شايف كده، ولكن أنتِ ممكن تكوني متأثّرة حبتين ولكن حياتِك ما وقفتش عليه، خلاص. آآ بتهتمي بشغلِك، تنجحي في شغلِك، دراستِك لو بتدرسي نفس الكلام والحاجات دي كلّها. تالت حاجة، لمّا بقى يحس إن ما فيش حد حواليه، بقى وحيد، كان معاه كنز اللي هو حضرتِك وفقده، فقده بسبب دماغه، تفكيره، مشاكل عنده، أيًا كان الأسباب، لقى نفسه لأ، حاسس بالوحدة، عايش لوحده، قاعد لوحده، ما فيش حد بيونسه، ما حدش بيخاف عليه، بينصحه، بيقدّره، كذا، 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 كل الحاجات اللي كنتم مع بعض فيها دي، هو تقريبًا مفتقدها. ده بيخلّيه يندم علشان النقطة دي كمان. طيب، حاجة كمان مهمة، لمّا يشوفِك دايمًا في تطوّر وحياتِك بقت أفضل، نيجي نشوف بقى إمتى تقولي إنه ممكن يرجع لي. طبعًا أنتِ بحكم إنِّك كنتِ بتحبيه ومتعلقة بيه ومش شايفة غيره في الدنيا إنه كذا وكذا وكذا، بييجي لِك بقى سؤال في دماغِك، هو ممكن يندم، هو ممكن يرجع. أيوه، شُفنا عرفنا خلاص إمتى يندم أو الأسباب اللي تخلّيه بيندم، نشوف إمتى يرجع، هل ممكن يرجع والّا لأ؟ لو كان شخص بيحبِّك فعلًا، شخص بيحترمِك، شخص بيقدّرِك، زي ما أنتِ كنتِ بتدّي له مقدار من الحُب، هو نفس الكلام، في توازن في العلاقة يعني، ما كنتيش أنتِ بتحبيه وهو بيتسلّى أو بيضيّع وقت، يرجع لو مشاعره ناحيتِك إيجابية جدًا، يعني بيحبِّك وكذا، وكذا وعايز يكمّل حياته معاكِ. طيب، حاجة كمان مهمة، لمّا يقعد مع نفسه كده ويفكّر ويحس إنه ظلمِك فعلًا، جِه عليكِ، اتسرّع في قرار الانفصال عنِّك، ده يخلّيه يندم طبعًا ويفكّر إنه يرجع. لو حياته أو لاحظ يعني إن حياته شغله أو دراسته أو أيًا كان اتلخبطت من بعدِك، ده بيخلّيه يعيد النظر ويفكّر إيه ده! أنا حياتي باظت عشان ظلمت الإنسانة دي، فلأ يفكّر تاني إنه أنا ممكن أرجع لها، بس هارجع لها إزاي وبطريقة إزاي، يبتدي بقى يشوف الأساليب والطرق. طيب، حاجة كمان مهمة، لو شاف إن حد سمع إن أنتِ هترتبطي بإنسان تاني، هو لو بيحبِّك أكيد طبعًا هيغير ويحس إن هيخسرِك تمامًا للأبد بقى، فيبتدي يسعى بإنه يوضّح لِك بإنه لأ عايز يرجع طيب، لو كان انفصالكم بسبب سوء تفاهم أو مشكلة بسيطة، يعني اختلاف في وجهات النظر، حاجات بسيطة هتعدّي يعني، ده تخلّيه يرجع، إنما خلاف كبير يتعلّق بالأخلاق والحاجات دي يعني، أعتقد لأ، دي بيحط فيها 100 خط طبعًا الراجل ويقول لك لأ ما تنفعنيش. إنما لو خلافات بسيطة، اختلافات في وجهات النظر، أنتِ بتقولي وجهة نظرِك في كذا، هو اختلف معاكِ في كده، قال لِك خلاص كل واحد يروح لحاله، خُلقه ضيّق فقال لِك شكرًا. الحاجات دي بالمناسبة لأ تخلّيه يعيد النظر تاني، يقول ما المشكلة إن ما كانش في داعي إن أنا أكبّر الموضوع كده، كان ممكن إن أنا أتجاوز ونعدّي الموضوع بسرعة وتعدّي يعني وما نخسرش بعض، تمام؟ عرفنا إمتى بيندم وإمتى ممكن يرجع. كام نقطة كده سريعة مهمة برضه، حطّوهم أو حطّوا الكلام ده حلقة في ودانكم. الارتباط سواء خطوبة أو زواج، بلاش نتسرّع في الموضوع ده، نتأنى، كل واحد قدره مكتوب ومحسوب. إحنا بس اللي نقدر نعمله إن إحنا ممكن ندعي، أنتِ تدعي إن ربنا يكرمِك بالزوج الصالح والذرية الصالحة، دي رقم 1، وأنت تدعي ربنا يرزقك بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة، ده رقم 2. خلاص دعينا، نحسن الاختيار.
أنتِ بالنسبة اختيارِك للرجل أو للشاب لازم تكوني حاطة في دماغِك كذا حاجة معيّنة ورا بعض، يعني مثلًا أنا عايزة في الإنسان اللي هيكون شريك حياتي، عايزاه مثلًا يكون إنسان مسؤول، إنسان متدين أو ملتزم، إنسان راجل بمعنى الكلمة، إنسان بيخاف عليّا، إنسان أنا لمّا أشوفه أحس بالراحة معاه، ما أحسش إن أنا قلبي مقبوض أو خايفة منه، دي حاجات مهمة جدًا بالنسبة لِك، ومسؤول طبعًا دي أهم حاجة وبيخاف ويتقي الله فيّا. واللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى هيتقي الله فيه. الحسب والنسب زي ما بيقولوا، هو مين وابن مين، كويس ولا لا، سيرته وسمعته طيبه ولا لا. خلصنا الخطوتين دول لازم نعرف الخطوه اللي بعد كده. انت ما تكوني مخطوبه لسه بتتعرفوا على بعض، مرحله الخطوبه هي مرحله تعارف. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها مرحله قبل الخطوبه دي احنا عارفين بعض ومش عارف ايه فنقعد نطلع كل او اجمل ما فينا ونتصنع بحاجات مش فينا عشان الخطوبة تمشي وتكمل فيتجوزني. يجي لما يتجوزني ويتقفل علينا باب نتصدم بالواقع، في عندك مشكلة في طبعك وهو ما يعرفش الكلام ده، هو فاكر الإنسانة البشوشة الودودة الجميلة الرقيقة اللي بتتعامل معاه، ولكن في الواقع لما يتقفل عليكم بابكم بقى يلاقي حاجة غير الحاجة ده اسمه إيه بقى؟ يبقى إحنا ضحكنا على بعض. صح؟ فأنا رأيي نبقى كتاب مفتوح لبعض، أقول اللي بحبه وأقول اللي بكرهه، أكون على طبيعتي، ما أمثّلش، ما اتجمّلش حاجات مش فيّا، أنتِ زي ما أنتِ، ما تبقيش واحدة غيرِك علشان تقولي لأ ما أنا عشان بس يتجوّزني فلازم أنا أتصنّع ببعض الأمور في اللبس أو المكياج أو في الطريقة أو الأسلوب، لأ، خلّيكِ بطبيعتِك، لإن لمّا يتقفل عليكم باب واحد أنتِ دي هو اللي هتكوني حقيقتِك دي، مش معقول هتمثّلي طول الوقت طبعًا. خلاص عرفنا النقطتين دول، طيب في نقطة تالتة أخيرة بقى علشان قبل ما أمشي يعني وأستأذن، أنتِ كنتِ مخطوبة أو في مرحلة ما قبل الخطوبة أو متجوزة، خلاص هو بعد عنِّك لأي سببٍ كان، لو هو اللي غلطان، ما ينفعش أنتِ اللي تقعدي تجري وراه وتتوسّلي إليه وتتحايلي عليه، عشان ما ينفعش لإن أولًا بتنزّلي من قيمة نفسِك حبتين، وهو هيتمادى في الموضوع، هيتمادى هيقول لأ دي هي بتحبني وبتجري، الراجل لمّا يحس إن حد متمسك بيه أوي، يعني كده خانقاه أنتِ بقى، بتلاحقيه من كل حتة، سواء رسايل، سواء تليفونات، سواء تبعتي رسايل مع حد والحاجات دي، لا، لأ، أنا كمان هاسيبها شوية، هاعمل مش عارف إيه، لأ، طالما أنتِ مش أنتِ اللي غلط في نقطة الانفصالكم، أنتِ ممكن تبيّني له إنِّك باقية عليه، إنما ما ينفعش تبيّني له إنِّك بتجري وراه لإنِّك حياتِك من غيره هتتدمر، لأ، ده مش صح. الأصول والصح اللي غلط في التاني وجب عليه الاعتذار، والاعتذار شيمة الكبار، مش عيب أبدًا إن إحنا نعتذر، كلنا بنغلط ومش ملايكة وما حدش معصوم من الخطأ، بس الفرق هنا ما بين الاتنين مين اللي هيعتذر. أنا غلطت في حقك أعتذر لك، أنت أو هو، مفيش مانع الاعتذار، إيه المشكلة لما نعتذر، ما نكبرش، ده لو إحنا باقيين على بعض، وحتى لو مش باقيين على بعض نخرج بالمعروف وبمنتهى الاحترام برضه، بس وربنا يوفقكم ويسعدكم.